اخويا هواي عذبه لان قالوا له تعال صير بعثي ومن هالسوالف. هو ما كان مستقل هو، كل دقيقه والثانيه كانوا ياخذوه. يعني بحيث مره من المرات اني شوي هسه الانجليزي طبعا كله ناسيته، كنا نحكي بالانجليزي انا واخويا. اخويا راح عندنا قهوه ما ادري ابو سوري، كلكم انتم تعرفون فوق القهاوي مال قبل وهاي. كنا واقفين بالباب بالليل وشفنا ناس رياجيل يروحون ويجون، اتاري ذولا كانوا بالامن واحنا ما ندري. بعدين قال اني راح اروح وش اسمه شويه عدي بالقهوه وارجع. قلت له جود باي اند جود لاك، هيك قلت له، وطبيت سديت الباب واحنا نريد ننام. شو شفنا رجع اخويا طبينا نريد ننام عادي، عائله كلها بالبيت وكنا ابويا وامي وذولا. شفنا ندق جرس، بعدنا انا وياه كنا ما نايمين. انا هواي علاقتي ويا اخويا كانت ويا هذا الاخ اللي توفى. ندق جرس، قلت له تفتح الباب، انا افتح الباب. قال لي صرت انت تفتحين الباب بالليل؟ قلت له لا انا. قال لي لا وخري. هو فتح الباب، شفنا فد شخص قال اذا ماكو زحمه تجي ويانا. قلت له وين تاخذه وياك؟ قال لا هسه براس الشارع وارجعه براس الدربونه. قلت له براس الدربونه؟ انا عبالي شخص واحد. قال لي روحي تنامي، انا هسه اروح وارجع. من فتحت الباب وشفت لا كوما كانوا كوما ورياجيل وما ادري شنو امن ما امن. اخذوا له اخويا هناك هو يعذبه. اي يابا عليش عذبتوه؟ شنو المنشورات اللي عندك انت؟ شنو كان؟ اختك قالت لك جود باي اند جود لاك، شنو هذا قصدها؟ شنو ليش قالت لك هالشكل؟ انت عندك فد مأمورية، عندك فد شو اسمه، قالت لي دي بالمنشور دي هالشيء هاي. بابا والله اني هالشكل احنا على طول نتشاركه ونضحك هيك كذا نحكي. قال لا اكو شيء، اكو على مود هاي اللي اسمه جود باي اند جود لاك.